عليكم اخوان، لاباس عليكم؟ هانيين كلشي هو هذاك. الاخوان اليوم نخدموا اول سلسله ديالنا اللي هي هذه بالنسبه للامتحان اللي مقبل باش يدوز امتحان نظري بالنسبه رخصه السياقه. دونك اول سؤال اللي نبداو به اللي هو هذا. السؤال رقم 1. هذه العلامة كتعلم على ممر إجباري للراجلين. الجواب رقم 1. ممر ممنوع على الراجلين. الجواب رقم 2. ممر خاص بالراجلين. الجواب رقم 3. مزيان. دونك شوف باش نركزوا عليه الاخوان، هو صيغه السؤال او طريقه السؤال هي نصف جواب اللي خصني نجاوب عليه. دونك خصني نركز اول حاجه، خصني نركز السؤال كيفاش تطرح ليا. هنا في هذه الحاله قال لك العالم واش كيتعلم على ممر اجباري للراجلين، ممر ممنوع على الراجلين، ممر خاص بالراجلين. في هذه الحاله ملي كنركزوا هنا ما كاينش شي ممر خاص بالراجلين. هنا عندنا واحد العلامه بالاجبار اللي هي دائريه كتكون هادو فين كيكونوا بالنسبه للممرات الخاصه، سواء كيكون فيها الراجلين، سواء كتكون الدراجات، سواء كتكون العربات اليدويه، سواء كتكون. المهم اللي خصني نركز عليه اكثر هو خصني نفهم المعنى ديال هذه العلامه، علامه الاجبار. دونك هنا في الحاله شنو عندنا؟ هذه كتقرا الممرات الخاصه. مزيان. السؤال رقم 2. السهم المرسوم على الأرض كيعلم أنه واجب غير الاتجاه على اليمين ملتقى الطرق المقبل. نعم. الجواب رقم 1. لا. الجواب رقم 2. هنا في هذه الحاله قال لك السهم اللي مرسوم على الارض كيعلم انه واجب عليا نغير اتجاه الجهه اليمين في ملتقى الطرق الجاي. الاخوان خصنا نركزوا مزيان. بالنسبه للاسهم هادو كيتسموا اسهم الانحياز. هادو كيتسموا اسهم الانحياز. عندنا جوج الانواع، عندنا اسهم الانحياز اللي هما هادو، وعندنا اسهم الاجبار اللي فيهم زاويه قائمه. ها كيفاش كيكونوا هادو؟ هما اللي كيجبروني ندور في شي اتجاه معين. اما في هذا السهم هذا كيقول لك هادو الاسهم الانحياز. شنو خصني ندير في هذه الحاله؟ في هذه الحاله كيقول لك بلي هذا المسلك هذا راه ما غيبقاش. دونك شنو خصني ندير؟ انا خصني نحاز ونرجع جهه اليمين ديالي. السؤال رقم 3. هذه العلامة كتعلم بوجود مكان محدد بالإشارة. الجواب رقم 1. مجرى مياه. الجواب رقم 2. منطقة سياحية. الجواب رقم 3. في هذه الحاله يا اخوان هنا شنو عندنا؟ عندنا واحد العلامه ديال الارشاد كترشدني بواحد البلاصه، بواحد المنطقه فيها السميه. دونك منطقه اللي هي سياحيه ومكان محدد باشاره. بالنسبه لنا الامتحان كيفاش كنجاوب عليه؟ ملي كيكون مجرى الماء راه كتكون مكتوبه تما. واخا الاخوان يلا ندوزو هذا السؤال هذا. السؤال رقم 4. تحديد السرعة كيخص غير الشاحنات. نعم. الجواب رقم 1. لا. الجواب رقم 2. يمكن لي نكمل السير بسرعة 90 كيلومتر في الساعة. نعم. الجواب رقم 3. لا. الجواب رقم 4. هنا في هذا السؤال هذا على ايش كيهضر؟ كيهضر على تحديد السرعه. مزيان. حنا غنحلوا ديك البلاكه عندنا فين حنا في الطريق الوطنيه السرعه ديالنا كتكون محدوده في 100 كيلومتر في الساعه. مزيان. هنا ملي كنشوفوا كنلقاو واحد العلامه ديال تحديد السرعه اللي محدوده السرعه ديالنا في 60 كيلومتر في الساعه، ولكن عندي واحد العلامه تكميليه من تحت. شنو هذه؟ ديك العلامه كتعني الشاحنات. يعني الشاحنات اللي كتفوت هذا الطوناج هذا اللي مكتوب في البلاكه التكميليه هما اللي ممنوع عليهم يفوتوا هاد السرعه هذه. مزيان. بالنسبه للسؤال قال لك تحديد السرعه كتخص غير الشاحنات. نعم. يمكن لي يكمل السير بسرعه 90 كم في الساعه؟ نعم. علاش؟ حيت هنا في هذه الحاله ما كتعنينيش هاد العلامه، كتعني الشاحنات. السؤال رقم 5. في هذا المكان السرعة ديالي محدودة. قال لك في هذا المكان السرعه ديالي محدوده في 80 كم في الساعه، 90 كم في الساعه، 100 كم في الساعه، 120 كم في الساعه. وركزوا معايا مزيان. هنا شنو قال لك؟ قال لك السرعه محدوده
ماشي قال لك يمكن لي نمشي، يعني كما قلت لك صيغه السؤال راه كتبدل الجواب. قال لك سرعه محدوده بشحال؟ فين حنا؟ دونك حنا في طريق وطنيه. باش عرفناها طريق وطنيه، ها هو هاد السيوه هادي كتكون الفوق ديالها كتكون بالاحمر. دونك خصني نعرف بلي انا في طريق وطنيه السرعه ديالي محدوده بشحال؟ في 100 كيلومتر في الساعه. كون كانت جهويه غتكون ديك الشابو ديال السيوه كتكون بالصفر، واخا كون كانت جهويه غتكون محدوده في 80. هذه دابا هذيك الطريق الوطنيه كتكون محدوده في 100 كيلومتر في الساعه. بالنسبه لطريق السيار كتكون السرعه ديالنا محدوده شحال؟ في 120 كيلومتر في الساعه. 2 كيلومتر في الساعة الجواب رقم واحد. 90 كيلومتر في الساعة الجواب رقم هذا في هذه الحاله كيطرحوا بزاف الاسئله بهذه الصيغه هذه. كيقول لك شوف السرعه محدوده غتجاوب على الماكسيموم ديالك، غنجاوب على 100 مادام حنا في طريق وطنيه. الا قال لي يمكن لي نمشي غندير 80 و90 و100، يمكن لي نمشي حتى ندير 100. دائما الاخوان خصنا نركزوا على صيغه السؤال وما نزربوش. 100 كيلومتر في الساعة الجواب رقم 3. 120 كيلومتر في الساعة الجواب رقم 4. السؤال رقم 6. على بعد 150 متر يمكن لي نوجد خرفان؟ نعم الجواب رقم 1. شوف الاخوان ما بقاش نخربقوا، ما بقاوش يتلفونا تصاور. هنا في هذه الحاله خصني نعرف كيفاش نقرا هاد البلاكه هذه. هاد البلاكه شنو هذه؟ علامه الخطر كتبان لي بلي وجود حيوانات، نقدر نوجد حيوانات اليفه في الطريق. دونك شنو عندنا؟ الحيوانات الاليفه فيها كلشي كتجمع الخلفه والابقار، واخا عندنا اما حيوانات اليفه او لا حيوانات متوحشه. دونك في هذه الحاله غنجمع على 1 و 3. لا الجواب رقم 2. أبقار؟ نعم الجواب رقم 3. لا الجواب رقم 4. السؤال رقم 7. قارعات الطريق ستضيق من الجانبين الجواب رقم 1. من اليمين الجواب رقم 2. من اليسار الجواب رقم. هنا عندنا واحد العلامات الخطر. واحد العلامات الخطر، من علامات الخطر عارفين بلي كتكون علامه متقدمه داخل المدينه كتكون على بعد 50 متر، خارج المدينه كتكون على بعد 150 متر. فهاد الحاله شنو عندنا؟ كتعلمني بواحد الطريق غتضيق من جهه ديال اش؟ من جهه اليسار. باين هذا الخط مشى مقاد، يعني الطريق اللي دائما كتكون قاده. منين غتضيق الطريق هذه؟ من جهه اليسار. السؤال رقم 8. الطريق الموجودة على اليمين ديالي ممنوعة على العربات المجرورة بالحياة. شوف قال لك الطريق الموجودة على اليمين ديالي ممنوعة على العربات المجرورة بالحيوان. شنو عندنا هنا؟ واش عندنا هذا؟ خصنا نعرف شنو هذا، واش علامة المنع؟ ماشي علامة المنع. دوك غنجاوب على رقم 2. شنو هذا؟ هذا ممر خاص. هذا كيكون ممر خاص للعربات المجرورة بالحيوانات، واخا؟ نعم الجواب رقم 1. لا الجواب رقم 2. السؤال رقم 6. قال لك باش نمشي لسيدي عبد التازي بقات لي 1000 متر. من واجب علي ناخذ الخرجه اللي جايه. في هذه الحاله شنو عندنا؟ نعم عندنا رقم 1. عندنا واحد طريق السيار. واحد طريق السيار حنا عارفين طريق السيار السرعه ديالنا محدوده كتكون في 120 كيلومتر في الساعه. مزيان، ممنوع من الفينس دوره، ممنوع الوقوف والتوقف. مزيان، في هذه الحاله شنو عندنا؟ غنرجعوا له. هنا شوف قال لك باش تمشي لسيدي عبد التازي عندنا واحد العلامات ديال اش هادي؟ علامات الارشاد كترشدني بالطريق، كتوريني شي حاجه اللي غنوجدها في الطريق. هاد العلامه فوقاش كدار في طريق السيار؟ اللي كيكون شي مخرج من طريق السيار كيعلمني الباحث الاستراحه، مركز الاصلاح، بزاف د الحاجات. يعني علامات الارشاد كترشدني بشي حاجه اللي غنوجدها في الطريق. قال لك بقات لي 1000 متر باش توصل على التازي. لا، بقات لك 1000 متر باش توصل للخرجه اللي كدير على التازي. قال لك الواجب ناخذ الخرجه اللي جايه. مزيان، حنا عارفين راسنا بلي خصنا نمشيو على التازي. دونك الخرجه اللي جايه اللي هي على اليمين خصني نخرج من تما. الا كنت غنكمل لطرنجه او لا مولاي مسلم غنكمل طريقي نيشان. هاد العلامه كتمنعني ندور على اليسار.
شنو عندنا؟ هاد العلامه ديال اش؟ علامه الاجبار. واش نقدر في هاد الحاله ندور على اللي صرف لنا هنا؟ دونك انا شنو خصني ندير؟ سمحوا لي. هادي فين كنلقاها؟ غالبا كنلقاها في لي رومبوان. دونك مادام كتعلمني باش ندور على اليمين راه كتقنعني ندور على اليسار. خاطر مرور الحيوانات كيبدا، شوف ركزوا معايا مزيان فهاد. خصني نعرف كيفاش نقرا هاد العلامه. عندنا واحد علامه الخطر مزيان، وجود حيوانات اليفه. عندنا واحد علامه الخطر اللي هي هذه مزيان، الحيوانات علامة الخطر حنا عارفين بلي كتكون متقدمة. غنمشي من هنا 150 متر، شنو غنلقى؟ غنلقى داك الخطر اللي قاد لي العلامة مزيان. وكيف هاد الحالة عندي واحد العلامة تكميلية اللي كتكون بهذا الشكل هذا، وفيه سهومة فيه 500 متر. هاد شنو كتحدد؟ كتحدد لي الطول ديال الخطر شحال فيه. يعني كيفاش نقرا هاد العلامة؟ لقيت العلامة هنا غنمشي 150 متر غنلقى الخطر، داك الخطر شحال وانا فيه؟ 500 متر. يعني هذه كتحدد لي الطول ديال الخطر شحال فيه، شحال وانا ماشي في داك الخطر. وكيفاش غنلقى هذا الخطر هذا؟ غنركز على القاعده ديال العلامه اللي كتقول لك من هنا واحد 150 متر. غتقول لي راه ما مكتوباش تما، لا هذه قاعده بلا ما تكتب. غنمشي من هنا واحد 150 متر غنلقى الخطر. الخطر كيمتد على طول 500 متر اللي حداتو لي العلامه. وما كانوش دوك السهومه، نحيد ديك السهومه ديك الساعه كتصير القاعده. شنو غنقرا؟ كيفاش نقرا العلامه هذه؟ غنقراها على بعد 500 متر غنلقى الخطر. دونك كاين فرق بين على طول وعلى بعد. شوف هاد الاخوان، هنا كما قلت لك ملي جبنا ديك 150 متر رجعنا للقاعده ديال علامه الخطر. هاد العلامه كتعلم على الطريق في حاله سيئه. اش غالب في هاد الحاله؟ شوف لايكس نحفظوهم نعرفوهم نفهموهم. هنا كتدل على بلي كاين اشهر في الطريق. هاد العلامه كتعلم على مدخل طريق السياره، قنطره، ممر على السكه الحديديه. بلايك ساهلين، هذا مدخل ديال طريق السيار، المخرج ديال طريق السيار او نهايه طريق السيار كتكون بحال هذه، كتكون مضروبه عليها بالاحمر. هاد العلامه كتاكد الاتجاه اللي كنتبع، كتعلم على منتهى الطرق. في هاد الحاله هذه علامات الارشاد، كترشد لي بالطريق اللي انا غادي فيه، ما كتعلمنيش على منتهى الطرق. شويه الطرقي كيعلم على وجود عده منعرجات على طول 100 متر. شوف معايا هنا شنو قلنا؟ شوف ننسى السؤال باش نعرف كيفاش نقرا العلامه. هاد العلامه الخطر علامه متقدمه، ملي ما كتكونش ديك العلامه التكميليه تاعها كتقرا على بعد 150 متر خارج المدينه وعلى بعد 50 متر داخل المدينه. ولكن هنا في هذه الحاله زادوا لنا علامه تكميليه اللي هي هذه فيها 100 متر. واش فيها السهومه؟ ما فيهاش السهومه. دونك شنو خصني كيفاش نقرا هذه العلامه؟ على بعد 100 متر غنلقى الخطر. داك الخطر شحال الامتداد ديالو؟ الله اعلم. واخا علاش؟ حيت ما كاينش السهومه اللي كيعطيوني شحال داك الخطر كيمتد. دونك في هذه الحاله كتبدل القاعده ديال علامات الخطر. علاش؟ حيت هنا تزاد لي واحد العلامه تكميليه. على بعد هاد العلامه يمكن ليها تصور. وهنا شنو عندي؟ عندي واحد علامه المنع. واخا في هذه الحاله كتقول لك شوف على بعد هذه العلامه يمكن ليها يصوب بسرعه 90 كم في الساعه، 100 كم في الساعه، 120 كم في الساعه. شنو خصني نجاوب هنايا؟ هنا راه شوف ملي كتكون عندي علامه المنع اما كنمشي ليها اولا كنمشي قل منها. واخا علاش خصو لي ديك 90؟ حيت حنا مقبلين باش نوصلوا لمحطه الاداء. دوزنا السرعه ديالنا تنقص باش ملي نوصل لمحطه الاداء كتكون السرعه ديالي ناقصه، ما نبقاش غادي 120 كم في الساعه. حنا عارفين طريق السياره كتكون السرعه ديالنا محدوده ب 120 كم في الساعه. ولكن ملي كتكون شي علامه راه خصني نطبق ديك العلامه اللي كتقول. هاد
علامات المنع. واخا ممر ديال الراجلي كتكون في علامات الخطر، هي اللي كتعلمك ممر الراجلي، هذه ممنوع المرور على الراجلين. قال لك هاد العلامه كتمنع التجاوز. واشنو؟ شوفوا معايا، كيهضر هو على العلامه، ما كيقولكش واش نتجاوز، كيقول لك واش هاد العلامه كتمنع التجاوز. شنو غنقول له؟ غنقول له لا سيدي راه هذه نهايه المنع ديال التجاوز. واش هاد العلامه كتسمح بالتجاوز؟ كتسمح بالتجاوز. هنا كنهضروا على التشويه الطرقي العمودي، الا جينا هنا شفنا التشويه الطرقي الافقي حتى هو كيسمح لك بالتجاوز. هنا مادام كيهضر على هاد شي حاجه دونك انا تصديق ديك الحاجه، هنا كيهضر غير على البلاكه، يعني العلامه شنو كتعنيني؟ نهايه المنع. واش هاد العلامه كتمنع ولا كتسمح؟ هذه كتسمح، هذه كتسمى نهايه المنع ديال التجاوز. هاد اللوحه او هاد العلامه الخطر كتعلن على مرتفع ومنحدر، حركه السير في اتجاهين، اسبقيه العربات الاتيه من اتجاه المعاكس. في هذه الحاله عندي واحد علامه الخطر كتاكد لي بلي الطريق غتولي كدي وكتجي. هنا قال لك هذه العلامه كتعلم بوجود مكان محدد بالاشاره، مجرى المياه، منطقه سياحيه. شنو هذه العلامه؟ علامات الارشاد، كترشدني بشي حاجه. باش كترشدني؟ بشي منطقه، بشي بلاصه، بشي حاجه غنوصل ليها، يعني كتوريني طريق شني فيها. هنا قال لك مكان محدد بالاشاره، طبعا راه ديك الاشاره كتحدد بها المكان، مجرى ديال الماء هي واد الكل. يلا وهذا هاد العلامه كتعلن على منعرج. مزيان، شنو قلت لكم؟ قلت لكم خصني نعرف كيفاش نقرا العلامه. شنو هاد العلامه؟ علامه الخطر. مزيان، علامه شحال؟ حنا عارفين علامه الخطر علامه متقدمه. فين حنا؟ خارج المدينه، علامه 150 متر. مزيان، فين كيدور هاد المنعرج؟ غيدور على اليسار. هنا هاد السؤال هذا خصو يركز لك، واش كتعرف تقرا العلامه ولا ما كتعرفش؟ قال لك هاد العلامه كتعني منعرج على اليمين؟ لا. كتعني على منعرج على اليسار؟ نعم. على بعد 150 متر؟ نعم. دوكا نجاوب على جوج وثلاثه. غنحبسو هنا الاخوان باش ما نطولوش الفيديو. ديك الساعه نكملو في البارت الثاني ان شاء الله. والسلام عليكم.